السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي ما يعرفنيش لسه، أنا مروة، وده برنامج بتاعي الدنيا أحلى مع مروة. بناقش فيه كل المواضيع الاجتماعية اللي بنعيشها وبنعدي بيها في حياتنا كل يوم. والنهاردة هتكلم على نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا، وهي الثقة المطلقة في حياتنا. كيف أصل للثقة المطلقة في النفس؟ ازاي ان احنا نوصل للثقة المطلقة في النفس؟ نقطة مهمة جدا جدا جدا، وبنات وشباب كتير مش عارفين يتحطوا في حاجة زي دي. طبعا الثقة بالنفس بتغير حياته نهائي. الثقة بالنفس بتغير الحياة بمجملها، سواء بالإيجاب أو بالسلب. كان عمر رضي الله عنه بيهرب منه الشيطان من كتر ثقته في نفسه. وكان مرة من المرات ماشي في طريق من طرق المدينة، وكان في ولاد بيلعبوا في الطريق ده. فأول ما شاف عمر رضي الله عنه هربوا منه، إلا عبد الله ابن الزبير. فسأله عمر، قال له: أنت ما هربتش ليه مع أصدقائك، يعني مع أصحابك؟ قال له: لم تكن الطريق ضيقة ولم أفعل شيء أهابك بيه. وملخص الثقة هنا إن احنا نعرف حدودنا إيه، ونعرف حقوقنا فين بالظبط. يعني نعرف حقوقنا كويس جدا، ونعرف حدود غيرنا كمان. يعني اي حد في الدنيا من حقه يقبل، من حقه يرفض حاجة مش عاجباه، من حقه يقول لأ، من حقه يقول ايوه، ومن حقه ان هو يعمل حاجة هي بترضيه، ومن حقه يعمل حاجات كتير جدا مش قابل عنها. من حقه يمشي، من حقه يقعد، من حقه يقول أيوة، من حقه يقول لأ. كل حاجة هو من حق الإنسان، مدام إن هو عارف إيه حقوقه وإيه حدود اللي قدامه. من حق أي حد إن هو يطلب طبعا حقه. وفي 4 أنماط من الأشخاص لطلب حقوقهم. من حق أي حد يطلب حقه بالطريقة المناسبة اللي شايفها صحيحة. يعني مثلا شخص يذهب للمطعم ويطلب يطلب انه يتغدى فراخ وعصير برتقال، فالشخص يجيب له لحمة وعصير برتقال، فيقول له بكل أدب ويطلب حقه ويقول له: أنا طلبت فراخ وعصير برتقال. فأنا شوف كده، لو في عندك يسمح إنه فراخ وعصير برتقال أكون شاكر ليك. إن ما كانش يسمح، أنا طلبي فراخ وعصير برتقال. شوف، أنا قلت لك بس المرة عديتها إن أنا قلت لك، المرة الجاية مش هينفع إني أقول لك. والنمط ده أو الشكل ده من الأشخاص اللي بيطلب الصراحة والسماح في نفس الوقت هو شخص مطلوب في المعاملة بتاعة الإسلام بتاعنا، بتاع الدين بتاعنا. دي المعاملة الدين الصح. تاني نمط اللي هو بيصارح ولا يسامح، يعمل مشكلة من لا شيء. وده طبعا حد مش مطلوب في المعاملة. زي مثلا يجيب له طلبه يقول له: لا، مين اللي قال لك تحط لي كده؟ انا مش عايز كده، هات لي صاحب المطعم، هات لي. ويقلب الدنيا ويفرج الناس عليهم ويبهدل الدنيا كلها. طبعا النمط ده مش مطلوب نهائي. ثالث نمط يا اصدقائي اللي ما بيصارحش وبيسامح، يعني ما عندوش مشكلة في أي حاجة. اتحط له فراخ، اتحط له لحمة بعد طلبه، اتحط له أي حاجة، يلا بقى نخلينا نعديها وناكل، احنا هنعمل مشكلة على ما فيش، احنا مش عارف ايه. ده طبعا شخصية ضعيفة، ما ينفعش ان احنا نبقى عليها. الإسلام ما يحبش كده. رابع نمط بقى اللي هو أصلا لا يسامح ولا يصارح. ما بيصارحش، ما بيتكلمش، وبيكبت في نفسه، وياكل الحاجة بالغصب عنه، ويقوم يخرب مثلا الحنفيات في الحمامات، يطلع مثلا يكتب بوستات على المطعم ده ويشتم في الناس. نفسيا مش تمام ومضطرب. يطلع يقول للناس كلها ويتكلم عن الناس اللي فيه بانهم مش نضاف، او فيهم حاجات مش كويسة، او حاجات كتير جدا 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 تعكس
غضبه، كده غل وحقد ونفسنة وحاجات كتير جدا جدا طبعا ما يحبهاش الإسلام والمسلمين، ولا في الدين ولا المعاملة بتاعت الدين ولا يرضاها ربنا. احنا لازم نطالب بالحقوق وما نسامحش. الدين بتاعنا حسنا على كده. يعني كتير من الناس يقولوا ايه، لازم نتغافل ولازم نسامح ولازم نعدي ولازم يعني خلاص حاجة حصلت نكبر دماغنا. دايما في الدين بتاعنا بيقولك ايه، من عفا وأصلح. مش عفا وسكت بقى وخلاص وخد جنب وخلاص وانتهى الموضوع، لا، حاول يصلح، ياخد موقف بالإيجاب. من عفا وأصلح. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني مش يبهدل الدنيا بقى وإنه خلاص خاطبهم الجاهل يتخانق معاه بقى ويحصل مشكلة، لا. ربنا قال من يقل فليقل خيرا أو ليصمت. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فليقل خيرا أو ليصمت. لازم كل شخص يعرف حدوده فين اللي قدامه، وحقوقه اللي ممكن يطالب بيها. لازم يعرف كويس قوي هي ايه، يكون صادق وصريح مع نفسه. ايه حقوقي اللي انا ممكن اطالب بيها، وكمان يعرف حدود اللي قدامه. يعرف حدوده كويس جدا، علشان خاطر وقت ما هيطالب بحقوقه دي لازم يطالب بيها بمنتهى الأدب والاحترام. لا يتجاوز في هذه الحقوق، يعني لا يتجاوز في الحقوق اللي هو بيطلبها. طبعا يوجد أشخاص واثقة في نفسها. الأشخاص اللي واثقة في نفسها ديت ثقة مرتفعة بتنخفض وترتفع على حسب كل موقف هي بتعدي بيه. يعني مثلا إذا حد وقف قدامك وانت حسيت ان انت مهتز، شخصيتك اهتزت قدامه، اعرف من هنا ان انت شخصيتك ضعيفة. أنزل الناس بقدر منازلهم. انت لازم تحط كل واحد في قدره ومنزلته وقيمته، زي ما الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال لا يحقرن أحدا نفسه. سأل صحابي الرسول كيف يحقرن يا رسول الله أحد نفسه، يعني حد بيحقر نفسه بينزل نفسه عن مستواها أو عن ثقتها بنفسها. أن يكون في مقام الله فيه مقال ثم لا يتحدث. علينا ان احنا نتصور عظمة ربنا سبحانه وتعالى في الكون كله وخلقه كلهم، نعرف انه البشر كلها والعالم كله لا شيء جنب عظمة الله سبحانه وتعالى، قوته وعظمته. سبحان الله، كلهم خلق الله سبحانه وتعالى ونعم بالله. هنا بتيجي الثقة المطلقة في النفس بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى واليقين بالله سبحانه وتعالى. ومفيش حاجة على الأرض أبدا هتديك الثقة في نفسك وهتديك الثقة في نفسك إلا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، قدرته وعظمته. لا إله إلا الله مالك الملك والملكوت. الثقة واليقين بالله المطلق سبحانه وتعالى هو اللي بيمدنا بثقتنا بأنفسنا. ربنا يمدكم أجمعين باليقين والقوة والمدد من عنده، اللهم آمين يا رب العالمين. مهما تصرفنا ومهما سعينا ومهما عملنا في كل حاجة، النتائج كلها على ربنا سبحانه وتعالى، مش في ايد بشر ولكن في ايد الله سبحانه وتعالى. فلازم ان يبقى في يقين بالله سبحانه وتعالى في كل شيء، وثقة بالله مش في البشر، برب العباد اللي في ايده كل البشر او خالقهم. مش رأي الناس اللي هيكون ثقتكم بأنفسكم، لا طبعا سبحانه وتعالى الثقة واليقين بالله.
الناس ما سابوش الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، طبعا سبوه وأذوه وطلعوا كلام عليه وقالوا إنه ساحر مجنون. وربنا كمان قالوا يده مغلولة إلى عنق، فقير ثالث ثلاثة. يعني كمان ما سابوش ربنا ولا سابوا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. فعادي لما يجيبوا سيرتك في حاجة مش كويسة أو يقولوا كلام مش كويس أو يطلعوا حاجة مش كويسة عليك أو يشوفوك بنظرة مش كويسة، ده الطبيعي والعادي بتاع البشر. إنما ثقتك ويقينك بالله وبقربك منه وإن هو جنبك هو الحاجة الوحيدة اللي بتمدك بثقتك ويقينك بنفسك. طبعا الناس كلها إذا التقيت بيهم مش هيبقوا كلهم كويسين ليك أو جواهم نضيف ليك. في ناس كتير جواهم حقد ليك، جواهم غيرة منك. قليل قوي 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 اللي بيحبوك فعلا، عايزينك في أحسن صورة وأبهى صورة، وبيقولوا لك رأيهم بمنتهى الشفافية علشان فعلا حابينك. في ناس كتير غيرانين وجواهم حقد وما بيتمنوا لكش الخير أو ما بيتمنوا لكيش الخير، فهنا رأيهم مش ممكن يأثر فيك أو فيكي. خلي ثقتك ويقينك بالله هو الوحيد، في إنه هو الوحيد اللي يأثر في ثقتك بنفسك. أي حد تاني على الأرض احتمال كبير جدا إنه يكون غير صادق في مشاعره ليك أو إحساسه بيك. والنبي الله موسى كمان سأل ربنا، قال له اللهم يا الله كف أذى الناس عني. رد ربنا وقال له ذلك الشيء لم أكتبه لنفسي، يعني ما كتبتوش حتى لنفسي، ما قدرش عليه سبحانه وتعالى. في عوامل بقى بتساعد على زيادة الثقة بالنفس. أول عامل من العوامل نظرتك لله عز وجل. نظرتك لله عز وجل أول عامل، نظرتك لله عز وجل سبحانه وتعالى. حسن الظن بالله وإنه إن أنت تبقي على يقين بإن ربنا هيفعل ليكي المعجزات في كل حاجة أنت بتتمنيها، مادام أنت ما بتغضبيش ربنا في حاجة وماشية بتخافي ربنا في كل حاجة، يبقى ربنا هيعمل لك عجائب قدرته في كل حاجة أنت بتتمنيها. والعكس من كده تماما، لما ما يبقاش عندك ثقة ويقين بالله في كل حاجة أنت بتتمنيها، طبعا يحصل العكس تماما. كل ما بعدتي عن ربنا كل ما الأذى طالك وكل ما الناس أذتك أكتر وكل ما ثقتك قلت أكتر. نظرتك أنت لله سبحانه وتعالى ليكي أنت. وعشان خاطر كده بنقول خلي بالكم من الخلوات وذنوب الخلوات، لان انت اكتر حد او انت اكتر حد عارف انتوا بتعملوا ايه في خلواتكم وربنا شايفها. ودي بتقلل ثقة الانسان في نفسه لما يعرف ان ربنا سبحانه وتعالى، او لما تعرف سبحانه وتعالى ربنا انه شايفها هي بتعمل ايه في خلواتها او هو بيعمل ايه في خلواته. كمان دي ممكن تزود الثقة واليقين بالله والثقة في نفس الإنسان، أو العكس تماما. ونظرة الناس ليكوا، طبعا الناس مش في إيديها حاجة، مفيش في حد إيده حاجة لحد. الناس زيك زيهم، مفيش حد ممكن يأذي بني آدم أو إنه يخلي بني آدم كويس إلا ربنا سبحانه وتعالى. فخلي ثقتك ويقينك بالله هو أكتر مدد ليكي في ثقتك في نفسك المطلقة. نظرتك لقدراتك. يعني مثلا إيه؟ حد داخل مطعم واللي بيتكلموا فيه كله إنجليزي، فحد بقى داخل إيه متعلم إنجليزي نص ونص، فيدخل يتكلم شوية كلام مكسر ويحس إن اللي قدامه أقوى منه شوية في اللغة، فبعدين يهتز شوية، وبعدين يقعد حد تاني يكلمه يحس ان هو ولا حاجة، اقوى منه يعني انجليزي شوية فيحس ان هو ولا حاجة. فده بيبان للشخص اللي قدامه
إذا كان فعلا واثق في نفسه أو مش واثق في نفسه. فهنا القدرة يعني قدراتك، نظرتك لقدراتك ولكن مش ما هي القدرات. يعني انت تنظر لقدراتك ولكن مش ما هي القدرات دي، ايه هي القدرات دي. حد تاني بقى مش عارف لغة ولكن واثق في نفسه وعنده هبة كبيرة جدا، أول ما يدخل المطعم يلاقيهم كلهم مثلا بيتكلموا إنجليزي، مثلا يقولوا إيه مفيش حد هنا بيتكلم عربي، أنا عاوز واحد هنا يتكلم عربي، فين صاحب المطعم هنا؟ يرج اللي حواليه رج والناس تتلخفن من حواليه بس عشان عارف إيه هي قدرته. بقى نظرة الشخص لقدراته ولكن مش ما هي هذه القدرات. وكمان نظرتك لذاتك أو نظرتك لذاتك وتوكيد هذه النظرات والثقة، تقبلك لشكلك، تقبلك لمهنتك، تقبلك لقدراتك، تقبلك لذاتك ككل، تقبلك لو مريضة لمرضك، تقبلك لولادك، تقبلك حتى للعيب اللي فيكي وتحاولي ان انتي تطوريه وتحاولي ان انتي ترفعي قدراتك دي وتحاولي ان انتي تزودي كل حاجة انتي حاسة فيها ان هي مش كويسة وعايزة تطوير او ضعيفة فيها وعايزة تطوير. اول حاجة عشان تتغير هي تقبلك لكل حاجة مش عجباكي علشان تقدري تصلحي فيها. من هنا لازم نعرف ان كلما زادت قدراتك كلما زاد احتياج الناس ليكي، وكلما قلت هذه القدرات كلما احتجتي انتي للناس. او ثقتك في نفسك المطلقة الكبيرة لازم تيجي في ثقتك ويقينك بالله سبحانه وتعالى، وان انتي تنزلي الناس قدر منازلهم، تتعلمي وترفعي من قدراتك ومن صفاتك الكويسة وتحاولي تطوري من نفسك. ودايما الفرص الكويسة بتيجي عشان الإنسان يبقى أفضل وأحسن، وعلشان خاطر كل ما زادت قدراتك كل ما زاد احتياج الناس ليكي، وكل ما قلت قدراتك يبقى انتي اللي هتحتاجي الناس أكتر. وكانت دي حلقتي في الدنيا أحلى مع مروة، يا رب تكون نالت إعجابكم، وبشكركم على حسن استماعكم ووقتكم اللي قضيتوه معايا، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم، وإن شاء الله حلقة جديدة من حلقات الدنيا أحلى مع مروة.